طيب، السلام عليكم. في سؤال كان جالنا، إن ماذا لو حد داخل الانترفيو بس هو أو يعني هي عايزين ندخل الانترفيو بس ما يكونش في تكبر أو غرور، وفي نفس الوقت ما يبقاش الواحد باين إن هو خايف أو مهزوز، يعني يكون ما بين ده وده، إن الواحد يبقى شكله إيه، واثق من نفسه. طيب، اولا هو لو حد اصلا بطبعه متكبر او مغرور فهو يبقى متكبر او مغرور في العموم يعني. ولو حد هو بيبقى عنده برضو مشكلة في ثقة في نفسه زيادة عن اللزوم بتخليه دايما مهزوز. فالحاجات دي ممكن تبقى غالبة على الشخصية، لكن ممكن يبقى فيه شوية تكنيكس الواحد بيعملها علشان خاطر يقلل الحاجة اللي تبقى ظاهرة قوي. زي ايه؟ زي مثلا ان انا ببقى بحضر كتير جدا جدا جدا. يعني ممكن انا كشخصية اكون حد اصلا بيتكسف يتكلم مع الناس، بخاف اتعامل معاهم لو بعمل حاجة جديدة، لو انا حاسة ان انا بتسأل كأني في امتحان شفوي، فانا ممكن ابقى بترب كده. فاللي انا ممكن اعمله ان انا اجيب الاسئلة بتاعة الانترفيو واقعد اذاكر الاجابات بتاعتها كتير. يعني ممكن مثلا رقم واحد عن طريق تشات جي بي تي اقول له انا مدرسة انجليزي وخد السي في بتاعي اهو، اقرأ عني اكتر، واديله كل حاجة عني، واقول له السيتويشن او الموقف اللي انا داخله عليه. يعني مثلا اقول له ايه، انا داخله دلوقتي مركز كورسات، او انا هروح مدرسة انترناشونال هدرس للسن الفلاني، وانا عندي انترفيو. فايه الاسئله اللي ممكن تتسالني، وقول لي اجاوب عليها ازاي. فهيبتدي يقول لي مثلا الاسئله والاجابه بتاعتها بناء على المعلومات اللي هو اخدها مني. فانا ممكن اقول له لا، ضيف على الاجابه دي المعلومه الفلانيه عني، ضيف على الاجابه دي كذا، فكاني بكتب سكريبت للاجابات بتاعه الاسئله المختلفه. وبعد ما كتبتها وفلترتها وارجع اقول له لا اكتبها تاني، طب اديني بقى الفاينل الاخير بتاع اجابات الاسئله دي، فيكتبها لي، فبقى معايا السكريبت. ابتدي بقى اتخيل ان انا بتسال السؤال ده وبعدين ايه اجاوب عليه. يعني ممكن الواحد يبقى بيتمرن عليها الاول مع تشات جي بي تي، وبعد كده يبقى قصاد المرايه يبتدي يقول الاجابات بتاعه الاسئله دي. سواء الانترفيو بالعربي او بالانجليزي ممكن نعمل الحركه دي. وبعدين ممكن الحاجه يبقى كده انا حضرت مع تشات جي بي تي وكتبت الأسئلة واتمرنت عليها قصاد المراية. بعد كده بقى ابتدي ان انا اسجل نفسي فيديو، اللي هو مثلا لو السؤال كان عرفيني بنفسك او introduce yourself، فهبتدي ان انا اقول الإجابة بتاعتي واسجل لنفسي واشوف نفسي في المراية كده. هو انا بتكلم ازاي؟ يعني مثلا هل انا وانا بتكلم كده حاسه ان انا بتهته؟ يعني بعد ما بتفرج على الفيديو او بعد ما بسجل الفيديو ممكن اسيبه كده 10 دقايق اقوم اعمل حاجه عشان افصل، وبعد كده ارجع ابص على الفيديو ده مره تانية. ويفضل ان الفيديو ما يبقاش مثلا طويل، يعني ما بقاش عماله اسجل لمده ربع ساعه نص ساعه، ف... فهبقى مكسله اتفرج على كل ده. لا، انا هسجل السؤال في كبيري مثلا ايه من دقيقتين ل3 دقايق، لان طبيعي انا لو قاعده بتكلم مع حد ان انا اقعد اتكلم اكتر من 5 دقايق متواصل ده كده كتير جدا يعني. فانا هبقى مسجله مده دقيقتين 3، وارجع اتفرج على نفسي بعد ما اخد بريك عشان خاطر ابقى نسيت انا قلت ايه، فببقى بتفرج على نفسي كاني بتفرج على حد جديد، حد ما اعرفوش. وابتدي بقى اخد ملاحظات، والله هو انا كان شكلي بتهت شوية من التوتر، ببلع ريقي كتير، مش قادرة اخد نفسي. الحاجات دي كلها لو هي ظهرت معايا في الفيديو باخد بيها نوتس، وارجع اعمل الفيديو ده مرة كمان، وارجع اعمل الاجابة دي مرة كمان. لا، انا المرة الجاية انا مش عايزة ابقى بتهته كده وانا بتكلم. المرة الجاية انا بحس ان انا نفسي بيقطع. يعني مثلا انا كبسمة، انا عشان عندي حساسية فالتنفس بيبقى عندي شوية صعب. وبالتالي وانا بتكلم كتير انا ممكن انسى اتنفس اساسا، فبفضل اتكلم 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 وبعدين اخد في النص نفس كده. فلو انا مثلا بصور فيديو فبحاول اللي هو ايه ان انا اوقف كلام واخد نفس وبعدين ارجع ايه اتكلم تاني. وانا باخد النفس ده بيساعدني ان انا اهدى. يعني لو في سياق الانترفيو ممكن الواحد يبقى يعني مضغوط نفسيا فينسى كمان يتنفس، فما فيش اكسجين كده خلاص داخل الدماغ، فالواحد يبتدي يغلط اكتر. وده معناه ان انا محتاجه ان انا افكر نفسي دايما وانا بتمرن ان الانترفيو ما هوش امتحان شفوي. الانترفيو هو محادثه ما بين فردين او اكتر، علشان خاطر نشوف هل احنا الاتنين مناسبين لبعض ولا لا. يعني ايه ودي مش تكبر ومش غرور. يعني مثلا انا ممكن واحده تروح مكان وتلاقي ان اللي بيعمل لها الانترفيو مثلا هو
عايزة تعمل حاجة هي أصلا ضد معتقداتها. يعني بيبقى في مثلا بنات بتقول أنا عايزة أبقى بدرس والكلاس يبقى هو بنات بس، والاقي في نص الكلام ان الشخص بيحاول يقول لي لا بس اصلا انا عارف ان انا كنت متفق معاكي على بنات بس، لكن ماذا لو يعني جبنا راجل او اتنين وهم كده كده هيبقوا قاعدين في بنش لوحدهم يعني وبتاع، وما فيهاش مشكلة، وتقدري تنزلي النقاب مثلا لو هي منتقبة. وهي ايه، فتبتدي تحس ان هو الكلام كده رايح ناحية سكة ان هيبقى في تنازلات هي مثلا لا تقبل بيها، او هي مش، يعني هي مش شايفاها حرام بس برضو مش شايفة ان هي تبقى مرتاحة في السياق ده. فالانترفيو فرصة ان انا ككانديديت او مرشح للوظيفة انا كمان اروح اشوف المكان دوت هو هيبقى مناسب ليا ولا لا. انا كان عندي بنات بتبعت بتقول لي والله طلبوا منها ان هي تغير طريقة الحجاب بتاعها. للاسف يعني قصة قصيرة حزينة، يعني قالوا لها ايه، ان احنا ملاحظين ان انت بتلبسي بشكل معين يعني، بس هل ممكن تعملي الطرحه بتاعتك سبانيش وانت في المكان وانت خارجه تغيريها وكده. ف فيعني بيحصل. فهي دي فرصة كويسة جدا، هم بيرجعوا زعلانين قوي وحاسين بالقهرة وحاسين اللي هو بصوا بيطلبوا مننا ايه. وانا بالنسبة لي بالعكس دي فرصة عظيمة جدا، يعني ده احسن بكتير من ان انت تتقبلي وتدخلي وتقبضي وتبتدي تتعلقي بالمكان وتحسي ايوه الست الانستراكتور راحت ست الانستراكتور جت وبتاخدي مرتب مرتاحة معاه والمكان مبسوطة فيه والناس لطيفة ظريفة وحلوة. وبعد كده واحدة واحدة تبتدي تحسي ان في ضغوطات بتبتدي تطلع، ان بيطلب منك حاجة او بيضغط عليكي تعملي حاجة انت مش متقبلاها. فيبقى الاحسن ان احنا من على البر كده ان احنا نعرف كل حاجة فنقدر نختار يا اه يا لا. فبالتالي انا ككانديديت انا رايحة عشان خاطر اراقب الوضع، اشوف بعيني كده، الاحظ الناس دي عاملة ازاي، بتلبس ازاي، بتتكلم ازاي. انا مثلا دخلت زمان خالص انترفيو في مكان ولقيت الراجل اللي في المكان يا نهاري كان عمال يزعق للبنات اللي في المكان بطريقة، بيكلمني انا بشكل حلو جدا جدا جدا، وبعدين يزعق للبنات بطريقة بشعة بشعة. انا عمري يعني وقتها انا عمري ما شفت حد بيزعق بالطريقة دي. عارفة اللي هو شوية ايه عبيد وهيطلع الكرباج ويضربهم. ف... فانا شفت المشهد ده ولولا ستر الله على الواحد حسيت بانقباضة، يعني ان هو انت دلوقتي لو بتتعامل مع البنات دي كده وبتتكلم انا معايا كويس عشان احنا لسه كده على البر، فبماذا بعد ان انا هشتغل في المكان وابقى واحدة من المكان، انت هتعمل معايا ايه؟ دايما كده في زي مقولة او اللي هو انا لو عايزة اشوف الشخص ده مدى احترامه للناس او اذا كان شخص محترم ولا لا، انا ممكن اشوف تعامله مع الاقل منه، مش مع الاقل منه مكانة او في الشغل او كده. واحنا طبعا درجاتنا عند الله مختلفة بس اقصد في الدنيا يعني فانا اشوف بيتعامل ازاي مع الاقل منه في الشغل. مش الاعلى منه في الشغل، لان هو كده كده مجبر انه يعمل الاعلى منه في الشغل بشكل كويس، مش هيروح يهزق مديره، مش هيروح يزعق لمديره. لكن مع هيعمل ايه مع الاوفيس بوي، هيعمل ايه مع المدرس اللي شغال تحتيه، هيعمل ايه مع الادمن لو هو مثلا مدير المكان. فانا لاحظت كل الكلام ده، والراجل بعديها قعد حرفيا ساعة معايا في التليفون. طب تعالي بس اشتغلي معانا، طب تعالي مش عارف ايه. وانا عمالة بقى بحجج فارغة وقتها، يعني اللي هو لا اصل مواعيد الشغل، لا اصل المرتب انا عايزة كامل. المهم ان انا ايه حاولت اطفشه بكل المراحل، وفعلا ما رحتش اشتغلت في المكان الحمد لله. آه، ف... فانا بالنسبة لي انا رايحة، وطبعا انا مش رايحة عشان خاطر انا بقول لهم انا جاية انا كمان اشوفكم انتوا تليقوا بيا ولا لا. لا انا رايحه الانترفيو عادي جدا، يعني الموضوع ما هو فيهوش غرور ولا تكبر ولا اي حاجه، انا رايحه اشوف المكان ده كويس ولا لا. والله الناس اللي هناك بتتصرف ازاي، بتهزر مع بعض ازاي، بيعملوا ايه مع بعض. لان انا هبقى في المكان ده كل يوم، فالمكان ده هيأثر عليا بشكل او بآخر. هيأثر عليا على جميع المستويات، مش على المستوى المادي بس، على المستوى المادي، على المستوى النفسي، على المستوى المهني، على المستوى الأخلاقي. كل ده هيأثر عليا. هما مثلا وقت وانا قاعدة في المكان أذن الصلاة، تمام، الظهر أذن مثلا. فما شفتش واحد بيقوم يصلي في المكان، والكلاسز شغالة ومحدش خرج بريك ومش عارف ايه، ولا لا المدرسين ولا الطلاب ولا اللي شغالين في المكان. واحيانا الانترفيوز بتطول، يعني ممكن ابقى قاعدة رايحة بدري وواخدة دور، انا ممكن اروح اصلا بدري كمان في الطبيعي عشان اروح اتفرج على اللي داخل على اللي خارج على اللي بيعمل الحاجة وارتاح. اشوف حتى مش بس كمان اللي بيحصل جوه المكان ده، انا بروح اراقب من اول ما بنزل من بيتي لغاية ما بروح الانترفيو. الطريق دوت شكله عامل ازاي، هل انا ماشية في طريق امان،
ولا انا داخله مثلا في حوالي المكان موجود في حته، اللي هو بدخل من حته لحته وبروح مكان وبنزل تحت وبطلع فوق، اللي هو المكان ده انا لو اتاخرت في الشغل شويه وانا راجعه هبقى عامله ايه الدنيا بالنسبه لي. لان الواحد احيانا كده اللي هو ايه الطموح بياخدنا، بس ممكن نتعرض لحاجات كتير خطر على نفسنا في الطريق. وللاسف الواحد يعني بعد ما كبر بقى بيشوف البرسبكتيفز المختلفة دي كلها. يعني زمان مثلا كانت والدتي بتبقى بتروح معايا مكان الانترفيو لو في مكان بعيد. يعني انا في اكتوبر والمكان في مدينة نصر، كانت بتروح معايا وبتقعد في كافيه او في اي مكان كده، مطعم او اي حاجه. الناس دي والله اتبهدلوا معانا يعني، بس اللي هو ايه بتروح تقعد بعيد عن المكان بس عشان خاطر تبقى شايفه المكان اللي انا رايحاه عامل ازاي. جالي انترفيو في فندق زمان علشان خاطر وظيفه في بره في الخليج يعني، لمدرسة. فجت معايا الفندق، ما رضيتش تسيبني لوحدي. فكانت حتى المكان اللي انا بعمل فيه الانترفيو كان زي اوضه ازاز كده، وهي شايفانا من بره. فحتى الراجل قال لي هي والدتك دي اللي معاكي بره؟ فقلت له اه. قال لي بس انتي عارفه ان فرصه السفر دي مش هينفع تاخدي معاكي حد. قلت له ايوه انا عارفه، احنا بس رايحين مع بعض مشوار، فهي جت معايا ايه تنتظرني يعني. لان والدتي عايزه تطمن ان ما هي دي رايحه تعمل انترفيو في فندق، يعني بنوته رايحه تعمل انترفيو في فندق، فاحنا مش عارفين يعني الدنيا امان ولا ايه، فلازم نروح معاها. فهي نفس الفكره. طب انا معيش حد دلوقتي مثلا، او انتي بنت مثلا رايحه انترفيو ومش ومعهاش حد، ما فيش حد هينفع يجي معاها، معهاش اخ معهاش اخت، ما فيش حد ممكن يروح مع المشوار ده. يبقى اعمل ايه؟ والله ابتدي اشوف العنوان ده عامل ازاي، موجود فين، بعده قد ايه. وانا ماشيه في الشارع حسيت ان انا في انقباضه كده، المكان في يعني اللي انا رايحه اعمل فيه الانترفيو ده في حته انا مش مرتاحه لها. الشوارع اللي انا داخلاها، الناس اللي انا شايفاها في الشارع، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. انا هاخد بعضي وارجع ومش هروح الانترفيو، فاكس الانترفيو. يعني اول ما بحس كده ان لا الحته دي مش شبهي خالص وانا مش هينفع اروح المشوار ده كل يوم، هاخد بعضي وارجع واعتذر عن الانترفيو واقول لهم معلش حصل معايا ظرف واروح البيت. فبالتالي انا موضوع الانترفيو ده، حتة التكبر والغرور، لا احنا لا متكبرين ولا مغرورين. يعني ما فيش حد متكبر ومغرور اصلا ممكن يسأل ويقول انا مش عايزه ابان متكبر او مغرور. هو بيبقى هو متكبر ومغرور ومش شايف ان هو متكبر او مغرور. ف فمين اللي بيحصل ان احنا بنبقى حاسين بان احنا مهزوزين. فحتة الهزة دي بتيجي بتكرار الممارسة وخوض التجربة، ان انا كل شوية اخوض تجربة الانترفيو. حتى لو انا شغالة في مكان، انا طول الوقت بروح اجرب ان انا ادخل انترفيوز حتى لو انا مش عايزه اشتغل في المكان ده. يعني انا شايف ان هو المكان ده possibility كويسه، ممكن اخد التجربه فيه ويمكن الاقي مرتب فعلا يقنعني ان انا اروح. بس في نفس الوقت انا عايزه اشوف برضو انا هتقبل ولا لا. طب اجيب كام في السوق؟ سعري بقى كام في السوق دلوقتي؟ انا مثلا بشتغل دلوقتي ب10 جنيه في الساعه. طيب ال10 جنيه دي هل انا ممكن اجيب اكتر؟ انا ليا فرص اكتر؟ هل في اكتر اصلا عموما في السوق في الحاجه اللي انا شغاله فيها دي؟ هل ممكن لو انا تفاوضت معاهم على 15 هل هيقبلوا بال 15؟ لان لو كده اروح اشتغل معاهم. فبالتالي حته التجارب الكتير، هل دي هتمنع التوتر او القلق او قلبي اللي بيدق او كل الكلام ده بنسبة 100%؟ لا، هي لو طبيعة في الانسان اصلا ان هو يعني انا مثلا من الناس لو رحت، انا ليا اكتر من 1000 فيديو على اليوتيوب وعلى بتوتال بمنصات مختلفة. عندي فيديوهات بفضل الله يعني كتير بفضل الله. ومع ذلك انا ما فيش مرة بروح اصور فيها فيديوهات او كورس في اي مكان الا لما ضربات قلبي بتزيد وبحس ان انا دايخة وبحس ان انا مش قادرة اتنفس، لدرجة ان انا ممكن اوصل لمراحل اللي هو انا بنسى وانا بعرف نفسي هو انا مين يعني. اللي هو ايه، اجي اتكلم عن نفسي كده فانا بسمع عبد الحميد، انا بعمل مش عارف ايه، وبعدين بنسى بقى واعيد تاني من الاول. يعني في مكان مرة حصل معايا الحوار دوت ورحت بعديها ربنا أراد لي إن أنا أعيد الكورس ده تاني من عند الله يعني. حرفيا رحت صايمة وعمالة أصلي وكل الحاجات دي بس عشان خاطر يا رب ثبتني. اللي هو ايه، زي ما ده يا رب ثبتني عند السؤال، انا يا رب ثبتني وانا واقفه قصاد الكاميرا علشان خاطر اعرف اتكلم. فدي حاجة طبيعية بتحصل، يعني ان احنا كلنا بيبقى عندنا حاجات في شخصيتنا
بنحتاج ان احنا نعمل حاجات كتير عشان خاطر ايه، نعدي منها يعني. فيبقى كده ملخص الكلام. انا عايزه اكتب، انا ما اعرفش انا ليه كل مره بقول انا عايزه اكتب معاكم الكلام ده على بورد او على نوت او حاجه، وانا بتكلم عشان يبقى كأننا بنلخص يعني الكلام ده. يبقى احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم تشات جي بي تي علشان خاطر نمارس الانترفيو، نعمل يعني ايه كأننا بنكتب سكريبت للانترفيو، تمام. وان انا ببتدي اعمل ريهرسل او اللي هو التمرين الكتير على الانترفيو، الاسئله والاجابه، وبعد كده بقوم مسجله فيديو لنفسي اتفرج على نفسي بعد شويه، بعد ما اخد كده بريك من التصوير، اقوم رايحه اتفرج على نفسي واحكم على نفسي كاني حد غريب، فطلع الحلو واطلع الوحش. اه والله ده انا الانجليزي بتاعي لا الحمد لله مظبوط، لا انا حاسه ان انا بتوتر وانا بتكلم، فلما بنسى بقف. لا انا مش عايزه اقف، انا عايزه اكمل، لان كده كده محدش عارف انا هبقى بقول ايه. عايزه ايه تاني؟ ايه الحاجه التانية اللي احنا قلناها؟ اه ان انا ممكن ابقى مجهزه اصلا فايل عندي كيو ان اي، questions and answers. خلاص انا عارفه انا مدرسه انجليزي، فانا هروح اي مكان هتسال تقريبا نفس الاسئله، هيبقوا تقريبا 10 اسئله، كل مجموعه اسئله شبه بعض مع بعض. يعني مثلا introduce yourself, can you tell me about yourself, tell me about your experience، مش عارفه ايه الحاجات دي كلها اللي هي عرفيني بنفسك. فانا هقوم حاطه الصيغ المختلفه، واقوم حاطه تحتيهم اجابه واحده. وهكذا. طيب انتي لو اتعاملتي مع اولياء الامور، لو عندك ولي امر بيعمل كذا، طب ولي الامر لا بيعمل كذا، طب ماشي، ده سيكشن بتاع اداره الجهات المعنيه او اولياء الامور. يبقى وسيكشن تاني للاسئله بتاع الطلاب. فانا كل مره اقعد انظم الفايل دوت، بحيث ان انا اضيف عليه، اعدل عليه، اعدل على اجاباتي، اضيف عليه ستوريز، ستوري تيلينج. عشان خاطر الستوري تيلينج او القصص، المواقف اللي احنا بنحكيها دي اللي بتبين الخبرة الحقيقية. عندنا كمان في في فيديوهات على القناة، كورس صغير كده عن الانترفيو، انترفيو سكيلز، ممكن برضو نتفرج عليه، بحيث ان احنا ايه يعني نشوف كده امثال الاسئله مع تشات جي بي تي. طبعا احنا كنا عاملين الفيديوهات دي قبل تشات جي بي تي، يعني تشات جي بي تي يغني، بس لا ضرر ان احنا نشقر على الكورسات بتاعه القناه كده كل فتره. فهتلاقي هتلاقوا في السكشن بتاع السوفت سكيلز على القناه في فيديو عن الانترفيو سكيلز، فيديوهات كده صغنططة. فممكن برضو ايه نتفرج عليها. فده كده الجزء الخاص بالحاجات اللي هي الستبس اللي احنا ممكن نبقى بناخدها. ايه الحاجات التانية اللي احنا نعملها؟ ان انا افتكر ان دي conversation، محادثة ما بين شخصين، علشان خاطر احنا الاتنين نشوف هو زي ما هو عايز يشوف هل انا مناسبة للمكان ولا لأ، ومناسبة للكالتشر بتاعة المكان ولا لأ. انا كمان برضو رايحة ابص اشوف كل حاجة من اول ما اخرج من بيتي لغايه ما ارجع، ابتدي الاحظ الكلام ده كله، الاحظ كل حاجه، هل المكان امان ولا لا، هل يعني كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي. ان انا كمان عايزه اشوف ان المكان ده suitable ليا ولا لا. ممكن يبقى مكان عظيم للناس التانية، لكن بالنسبه لي انا لا، مش هينفع ايه معايا. فدي كانت اجابه السؤال اللي جه عن في كومنت كده، ثواني اشوفه. انا مره رحت اتنططت على مكان في انترفيو ولابسه وعامله وانا مش عارف ايه وخبرتي وايه، فتره فتره. يعني احنا ما نقدرش نحكم هل سبب الرفض ان انا كنت لابسه كويس، وان انا اصلا أنا لازم اروح لابسه كويس دي يعني. يعني دي كده زي كده رايحه مثلا اقابل عريس ولا حاجه، اقوم رايحه لابسه حاجه وحشه، لازم البس كويس عشان خاطر الناس يعني over dressed is better than being underdressed. ان انا ابقى لابسه كويس زياده عن اللزوم عن الموقف اللي انا رايحاه، احسن من ان انا ابقى لابسه اقل من الموقف. يعني مثلا انا دلوقتي رايحه انترفيو، فلبست كده فورمال وشيك وبتاع، رحت لقيت الناس كلها لابسه جينز، خلاص احسن من ان انا اروح لابسه اي اللي على الحبل يعني، والبلوزه مكسره والطرحه طالعه من بق قطه وكل الكلام ده، وبعدين ادخل الاقي الناس كلها ناس شيك جدا، فالاقي نفسي شكلي يعني مش لطيف. فكره ان انا بتكلم وخبرتي ورحت وعملت ومش عارف ايه،
والله هي الطريقة تفرق. يعني أنا ممكن أقول لك أنا 15 سنة خبرة. أنا اشتغلت في الجامعة الأمريكية واشتغلت في الجامعة الكندية. أنا درست في برامج زي أكاديمية الشرطة، السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية، وتعاملت مع ناس كتير جدا. وي 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 أنا بتكلم عن خبرتي عادي جدا، لكن مش اللي هو إيه. أنا عارفة إن المكان بتاعكم يعني هو صغير، لأن أنا متعودة أشتغل في الجامعة الأمريكية والجامعة الكندية، وأنتوا يعني ما فيش مشكلة هنتغاضى عن إن أنتوا مكان صغير. أنا أكيد مش هعمل كده يعني. فان انا اتكلم عن خبرتي، طبعا لازم اتكلم عن خبرتي، ولازم افرد عضلاتي لغايه اخرها علشان خاطر ما حدش يجي وقت الكلام في المرتب بيجي عليا. ممكن يكون سبب الرفض حاجه تانية. يعني هل انا اتكلمت بطريقه توحي بان انا فعلا مغروره؟ ما انا دي مش قادرين نحكم عليها. يعني عشان احنا ما شفناش الموقف. بس ممكن يبقى في اسباب تانية. ممكن ان هم لقوا حد تاني مناسب للوظيفه اكتر. ممكن يكون كانوا مثلا الانترفيو بالانجليزي، فكان مستواي في الانجليزي هو اللي ما ساعدنيش. يعني في اسباب تانية ممكن تبقى ايه. بس لو احنا حاسين ان احنا كان شكلنا مغرور بسبب الاسترس، فممكن نضيف على الموضوع ده ان انا لما ببقى ستريسد ببقى مكشره. فانا لما اشوف نفسي في الفيديو فلاقي نفسي ايه ده وانا بتكلم كده ليه، الاقي ان انا ايه، طب لا خلاص يبقى ازود ابتسامه. فانا لما ازود الابتسامه واهدي صوتي شويه، ممكن يبقى صوتي عالي من كتر الاسترس والادرينالين بتاعي عمال يطلع. فده يوحي للشخص اللي قصادي هي شايفه نفسها علينا كده ليه، هي بتزعق لنا ليه. وهي ممكن تكون ولا بتزعق ولا حاجة. ممكن هي التوتر مخلي الواحد ايه، بيشوط في اللي قصاده. فساعتها ابتدي اللي هو لا انا هدي صوتي شوية، اوقف في الكلام واخد نفسي، ابتسم، ابادل الشخص بسؤال، يعني يحس ان انا مهتمه بيه. يعني مثلا ايه، ممكن في بعض الاماكن انا خريجه كذا 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 ومش عارف ايه، وانا عرفت ان حضرتك التريننج مانجر هنا. هو حضرتك برضو من نفس الخلفيه العلميه، حضرتك برضو خريج تربيه مش كده؟ انا دخلت على اللينكد ان بتاعك وشفت ان حضرتك خريج تربيه برضو. كانت عين شمس بقى ولا القاهره؟ فيقوم ايه، الناس بتحب تتكلم عن نفسها، يقوم ايه متكلم معايا. فيبقى انا كده كسرت حته ان هو يبقى شايف ان انا مغروره، وفي نفس الوقت شلت من عليا العبء بتاع ايه، ان انا عماله اتكلم. حتى لو هو اداني وش خشب كده اللي هو انا مش عايز يتكلم، فيقول ايه، لا لا تربيه عين شمس. اه طيب تمام عظيم جدا، لا انا تربيه مش عارف ايه كده. وبعدين يسأل السؤال التاني وهكذا. وده كان إجابة السؤال الأول. هل عندنا معانا وقت لسؤال تاني؟ هل حد حابب يسأل سؤال تاني؟ انا بقالي 3 ايام دكتورة علا، اساسا. ايوه ايوه لسه رجعت اهو على طول. افتكرت. وانا رجعت اهو الدكتورة علا. ده سؤال، ده بايت بره التلاجة بقاله 3 ايام. لا لا يا خبر يعني لا يا فندم. طبعا انا بعتذر طبعا، لان انا حاسه ان اسئلتي كتير جدا، فبصراحه حاسه بالاحراج، بس انا ولا اي يعني حاجة. حابه اخد منك والله، يعني ده النيه يعني. لا لا خالص خالص براحتك. احنا بنتقابل ليه؟ اه طب. اصلا تمام. طيب سؤال يخص الكارير بتاع التيتشر نفسه، والسؤال عندي اللي هو دايما برضو اللي انا واقعه فيه اساسا في حياتي. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يتم على الجميع فضله ونعمته. مثلا لما بتابع حد من الناس الانفلونسرز اللي في اللغه مثلا، وبقى لهم مثلا سي 15 16 سنه خبره، بيكونوا مثلا فوكسد في حاجه معينه. اللي مثلا فوكس في تيسو، فوكس في مثلا في تي او تي، فوكس في الايلتس، زي استاذه هند هيكل مثلا، زي حضرتك، زي وريفر، يعني اسماء كتيره طبعا. الواحد يعني بيتابع كذا وكذا وكذا حد، بيكون ما شاء الله عليه عنده خبرة وعنده علم في تخصص. أكيد يعني هم عندهم خلفيات كتير وباك جراوندز عن حاجات مختلفة، بس هو اسمه بيلمع في الحتة دي. ولا التيتشر يكون فيرساتايل مثلا، ورزق ده وجاية من عند ربنا، ويبتدي ان هو يدخل في اي مجال قدامه، تي او تي، ترانزليشن مثلا، او اكسنت تريننج، كورسز للاطفال. آه، ده سؤالي، بحيث ان مثلا من دلوقتي ل5 سنين قدام، آه، انا يبقى عندي مثلا 15 سنة خبرة، يعني انا عندي 10 سنين، فانا بعد 5 سنين هيبقى 15 سنة خبرة. ايه اللي انا هتارجته في الماركتينج بتاعي من هنا لحد 5 سنين قدام؟ هل انا اكمل كده جنرال، ولا افوكس علشان ما اتقلش؟ يعني انا مش عايزه مثلا ان انا ادخل في اماكن كتيره ومجالات كتيره، احس ان ده تقني وخليني ابقى واقفه مكاني، مفيش
moving forward. حضرتك فاهماني؟ يا رب يا رب اكون ايوه ايوه، سؤالك. يعني انسان يكون التيتشر يكون versatile ولا يبقى focused في حاجة معينة؟ ايه الافضل بالنسبة اللي معنى اسمه ان هو يبقى recommended من ناس كتيرة اولا في السؤال ده، مجال العمل؟ ده سؤال عظيم جدا مم. يعني، وفالid جدا. وفعلا السؤال يعني ممكن بإذن الله يأثر عليكي و... ويوسع عليكي في حاجات كتير. بصي هقولك على حاجة، أول ما الواحد بيتخرج، أنا هبقى بجاوب السؤال ده مش بس ليكي، أنا هجاوبه علشان لو بالفرض حد دخل شقر على القناة وشاف الفيديو، تمام؟ فدلوقتي انا اول واحد لسه متخرج امبارح، تمام، ويا دوبك لسه مخلص جيش ومش عارف ايه، وهو تابع ناس على السوشيال ميديا وانبهر مثلا بحد يكون بيدرس حاجه معينه، يعني مثلا شاف دكتور محمد خليل موسى بيدرس ايلتس، دكتوره هند الخيال، مستر محمد خلف متخصص في السلطه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، وانبهر بحد فيهم، وقال انا كمان عايز ابقى متخصص مثلا في الايلتس والتوفل. حلو. بس هو دلوقتي حالا هو لسه متخرج، وهو عايز يدرس ايلتس او توفل، وهو في حاجات كتير قوي لسه ناقصاه. يعني الانجليزي بتاعه هو محتاج يتظبط كجنرال انجلش، والمهارات الاساسيه بتاع الانجليزي هو لسه محتاج يشتغل عليها، فان هو يروح يدرس للناس ايلتس، لا دي لسه بعيده قوي. وفي نفس الوقت هو ما فيش فرص شغل قصاده، هو اتعرض عليه انزل يا ابني اشتغل كو تيتشر في المدرسه اللي جنبك وهتاخد 400 جنيه في الشهر، يبقى لازم ياخدها. وبعد كده جاله درس بعد الظهر، وبعدين جاله opportunity مش عارف كورس في مركز كورسات ايه جنبيه كده هينزل، وهكذا. فهو هيعمل ايه؟ هيبقى تقريبا اول 5 سنين من عمر الواحد بعد التخرج كخبرة متصلة يعني، ان هو هيبقى عمال يخبط ما بين هنا وهنا وهنا وهنا، بيستكشف نفسه، بيشوف ايه اللي ناقصه، بيحتك مع الناس، الحاجات دي كلها. التاني 5 سنين دول، يعني لو بالفرض ان انا واخده ال5 سنين دي كده ورا بعض مكثفه، يعني مش بنت مثلا واشتغلت سنه وبعدين اتجوزت وخلفت وقعدت مثلا 3 4 سنين مع طفلها، بعد ما ابتدى يشد حلو شويه قررت ترجع الشغل، فنقول ان دول كده 5 سنين، اشتغلت سنتين فيبقى كده توتال 5 سنين. لا، ده كده احنا كأننا بنرجع نعد من الاول، او بنضيف على اللي هي السنه الاولانيه، فبالتالي هي ممكن تبقى بقالها 10 سنين متخرجه، ولكن هي توتال الخبرة بتاعتها 3 4 سنين عادي جدا. فطيب يبقى احنا كده لقينا ان الشخص اللي متخرج او اللي ما عندوش فرص كفاية او هو مالوش حل غير ان هو يفضل يتنطط التنطيط ده كله، لان التنطيط ده هيديله خبرة اكتر، هيعرفه ايه الحاجات اللي ناقصاه، هيديله فلوس عشان خاطر يروح يطور من نفسه وياخد كورسات تعلي من مستواه، فبالتالي هو ما عندوش رفاهية ان هو يختار. طيب جينا بعد كده، ابتديت ما شاء الله مثلا يبقى عندي كورسات متنوعة، ادي مثلا واحدة كورس انجليزي تقول لي يا مس بسمة طب ما العيال بالمرة بقى خديهم، اوكي تعالي، طب ما فلان مش عارف ايه، فلقيت الكورسات ابتدت تزيد معايا في حاجات مختلفة. ابتدي انا اعمل ايه بقى؟ قعدت مثلا يا ستي ال5 سنين التانية كلهم بعمل كده، عمالة اخد كورسات من هنا ومن هنا ومن هنا، وده رزق وما ينفعش نقول للرزق لا وكده وكل الكلام الجميل ده، ودي حاجة عظيمة، الرزق جه، الحمد لله على نعمة الله. طيب اعمل ايه انا بقى؟ ابتديت احس ان هو ان انا في مجهود بيروح او بيقع مني، وانا مش عارفة هو بيقع فين. يعني مثلا انا دلوقتي حاسة ان انا بشتغل اكتر من فول تايمر، بس انا مش باخد يعني ما يجازي، لان انا كل واحد هيجي انا بعمل له كاستمايز ماتيريال من الاول، لان انا فاكره المناقشه بتاعتنا من يومين تقريبا، كنا بنتكلم على الحته دي، حته هو انا مش كل ما يجي حد انا هبتدي اعمله ماتيريال من الاول، فبدل ما انا بقى قاعده بحضر للشخص ده كل مره، يعني ما هتيجي مثلا دكتوره علا عايزه تاخد معايا ايه، عايزه تاخد معايا ايلتس اقعد احضر ايلتس، تيجي مس هناء عايزه تاخد معايا كورس انجليزي او انا محضره للانجليزي، بعدين تيجي دكتوره خديجه هتعمل معايا مش عارف ايه، وابتدي بقى كل واحد هيجي اعمل له حاجه، فابتدي الاقي ان انا مش شغاله paid او بشكل مدفوع مع الناس دي كلها كل الساعات دي، لا ده انا عماله احضر، ووقت التحضير ده ما بيبقاش مدفوع، ولو انا حطيت ثمنه على ثمن الكورس بتاعهم يبقى كده الكورس غالي قوي ومش هيجوا يدفعوا ايه الفلوس، لا انا هعمله ايه؟ هبتدي اعمل زي مقارنة ما بين كل الحاجات اللي انا شغالة فيها. فانا مثلا لقيت نفسي شغالة ايه؟ انا لقيت نفسي شغالة كيدز، وشغالة مثلا ادلتس، لقيت نفسي شغالة جروبس، وشغالة ايه برايفت، تمام. خليني كده بقى بكتبهم، نبقى بنفكر مع بعض بالورقة والقلم.
وايه، نفسي اشتري ايباد، يدعوا لي ربنا ان اجيب ايباد عشان ابقى بكتب يوسع عليك يا رب ويرزقك من واسع فضله ان شاء يلا الله. اقعد اتفرج له على فيديوهات هيطلع من عيني، وبعد كده اللي هو ايه يعني الحمد لله. فاحنا ايه ان شاء برايفت. الله ربنا يرزقك عاجلا عاجلا غير آجل ان شاء الله. فاحنا ايه، لقيت نفسي بدرس اطفال وكبار، وبدرس برايفت وجروب، وبدرس جنرال، وبدرس اي اس بي او English for specific purposes، تمام، وبدرس ايلتس، وبدرس حاجات ليها علاقة بالتيتشر تريننج، كل الكلام ده انا عمالة ايه ادرس، كل ما بيجي لي حاجة عمالة ايه اديها. فانا كده بقى عندي زي well rounded experience، او عندي، انا عديت على حاجات كتير يعني. انا في خلال مثلا كل سنين الخبرة بتاعتي انا جربت كل الحاجات دي. بس امتى بقى ابتديت ادخل في زون انا بدرس واحد اتنين تلاتة الكذا بالظبط؟ دي ابتديت فيها مثلا اخر تقريبا سنه سنتين، ابتدى الموضوع يبقى الدايركشن بياخدني في حته معينه. طيب انا بعرف الحته دي ازاي؟ في كذا حاجه. اولا انا لازم اشوف نمبر ستوك. نمبر ستوك يعني ايه؟ الارقام بتتكلم. انا لازم احط كده على جوجل شيت، زي اكسل شيت او جوجل شيت، يفضل جوجل شيت يعني عشان يبقى اونلاين، فيبقى فيه ايز اوف accessibility ان انا اقدر اوصل له بسهوله. ان انا اعمل ايه؟ ان انا ادخل اشوف بالارقام كده، اجيب كل الفلوس اللي دخلت لي في خلال الفترة اللي فاتت، ودخلت لي من ايه. وهتلاقوا في حتى كورس على القناة عن استخدام جوجل شيتس، حاجة احنا هنستخدمه بشكل ضامي جدا، مش اكسل شيت بتاع محاسبين والجو ده، لا ده هي حاجة عبيطة، كأنها كراسة مربعات مسطرة يعني، وبتساعدنا في الجمع مش اكتر، كأنها آلة حاسبة. وبحط فيها كده كولمز، اشوف والله انا درست تالتة ابتدائي ورابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي ودرست كورس انجليزي ومش عارف ايه. فاشوف في خلال يناير انا جالي كام، جالي 2000 جنيه في الشهر، فبراير جالي 3، في مارس ما دخليش حاجه، وهكذا. طب الفلوس اللي دخلت لي دي دخلت لي من ايه؟ من انهي كورس من الكورس؟ فلاقي مثلا في خلال اخر 12 شهر انا دخل لي ظاهريا مثلا ان دخل لي رقم اكبر من كورسات الانجليزي مثلا. فاقول ايه؟ طب ما هو يبقى كورسات الانجليزي هي الاحسن. لكن لما اجي ابص الاقي يعني، حتى بتفرجوا على الكورس هتلاقوا الحته دي متوضحه بمثال، الاقي ان انا لا، ده الحقيقه ان انا اصلا كان جاي لي كورسات كتير قوي رفضتها للاطفال مش للكبار. يعني الكبار جابت لي فلوس اكتر بس في عدد كورسات اقل، لكن انا كان كورسات الصغيرين كانت اكتر والاوبورتيونيتي فيها اكبر، ولكن انا ما كانش معايا وقت ان انا اخدهم، فبالتالي ظاهريا الارقام اقل فيها، لكن هي انا لو كنت اخدت الكورسات دي كنت عملت رقم اكبر. فانا لما يبقى معايا المقارنة بالارقام، ابتدي اشوف ايه؟ ان انا دلوقتي لا، نمبر ستوك، يبقى انا هكمل في سكة الصغيرين دي اللي هتجيب معايا فلوس اكتر والاوبورتيونيتي فيها اكتر. فانا ممكن كمان لما ابني فيها براند، لما اعمل فيها بيرسونال براندنج، هيحصل ايه؟ هيحصل ان هي هتزيد معايا بالشكل اللي يدخل لي المرتب شهريا اللي انا عايزاه. طيب فده كده الحته بتاعه النمبرز. حاجه تانية ان انا ممكن اشوف الحاجه المتوافقه معايا اكتر. يعني ايه؟ يعني مثلا انا كنت بدرس كل حاجه، بدرس بنات ولاد مش عارف ايه، حتى في البرايفت انا كنت بدرس برضو ايه، كبار، مدرسين وكده. وبعد كده واحده واحده ابتديت احس ان هو ايه، لا انا في حاجه انا عايزه اعدل المسار بتاعي، في حاجه انا محتاجه اظبطها اكتر. مش شرط بس بالفلوس، ما هو بالفلوس ظاهريا انا لما اقبل مثلا بنات وولاد هيبقى معايا فلوس اكتر، لكن انا لا، في حاجه مش مريحه، فبالتالي انا محتاجه ان انا اشوف يعني، خلينا نقول الفاليوز بتاعتي اللي لما اتغيرت بقت مرتاحه مع ايه اكتر. فعلى الاساس ده هشوف يعني مثلا دكتوره علا بالنسبه لها هتدرس اطفال، طيب هل الأطفال دول لغاية سن كام بتقبلهم بنات وولاد، ولا هتبقى بنات بس؟ ولو ولاد هيبقى لغاية أنهي مرحلة، وهكذا. فبالتالي إن أنا أحط الفاليوز بتاعتي، كل الحاجات دي هتخليني واحد يعني، حتة الفاليوز بتاعتي واللي أنا مرتاحة معاه مع الأرقام يبتدي يخليني اختار حاجة. لان ممكن مثلا تبقى الارقام ايه، معايا ثلاث اختيارات، اختيار فيه فلوس كتير قوي قوي، وفلوس فيه وسط، وفلوس قليلة خالص، فانا هستبعد القليلة ان انا عايزة فلوس. بس لقيت ان الوسط والكتيرة، ان الوسط هتبقى مناسبة للفاليوز بتاعتي اكتر versus اللي فيها فلوس كتيرة. يبقى ساعتها ايه؟ الفاليوز بتاعتي هي اللي لازم تمشي. فمش هاخد الفلوس يعني واروح اقعد بيها في جهنم، انا ما عايزه اعمل بيها حاجه كويسه في الدنيا وفي الاخره. ف فيبقى انا كده خلاص، انا هكمل الحاجه اللي انا مرتاحه معاها ايه نفسيا، حتى لو ظاهريا بتقول ان ده هيبقى فيها financial loss.
فيبقى انا اعمل ايه كده؟ انا دلوقتي خلاص وصلت لمرحله واستخير طبعا. يعني انا مثلا وصلت في الاخر اللي هو ايه، طب يا رب، يعني انا قرار تدريس البنات ده اخد مني سنه كامله عماله ادرس بنات، لا ما ادرسش بنات بس. طب انا هعمل ايه؟ طب والناس اللي انا كنت بدرس لهم، طب الناس هتقول ايه على السوشيال ميديا لما يجي انزل بوست عن البنات بس والناس ابتدت تكتب لي كومنتس الاول، ايه ده احنا ملاحظين ان كلامك مؤخرا بقى للبنات بس، هو في ايه العنصريه دي ومش عارف ايه والجو ده. خد مني سنه كامله لغاية ما خلاص ربنا يسرها لي، ودخلت ويسرها لي بطريقة غريبة جدا جدا يعني، ومؤلمة جدا، بس اللي هو هي ما كانتش هتيجي غير كده. المهم ان انا وصلت ايه لمرحلة ان انا هبقى بدرس خلاص ايه بنات بس. هبتدي بقى ابني البراند بتاعي على الحتة اللي هي ايه، اللي انا مهتمة بيها، اللي انا خلاص هي دي انا عايزة ابقى مدرسة اطفال من سن مثلا 6 سنين لغاية 15 سنة. هي دي الحتة بتاعتي اللي انا هكون مرتاحة معاها كفاليوز، ودي اللي بناء على احصائيات او ارقام اخر 12 شهر او 24 شهر، على قد ما اقدر اجيب ورا اجيب كارقام. فاعمل ايه؟ اجيب الارقام دي كلها علشان خاطر تأيد القرار بتاعي، وبعد كده اقوم استخير، طب يا رب انا عايزه ادخل في الحته دي. خلينا نقفل الميتنج لينك دوت، وهندخل عليه تاني نكمل نفس النقطة دي. تمام؟ يبقى احنا كده معانا ايه لغاية دلوقتي؟ وصلنا ان انا هعمل الارقام بتاعتي علشان خاطر اشوف كل حاجة دخلت لي خلال الفترة اللي فاتت هتكون دخلت لي من ايه وبكام، والريبيتيشن بتاعتها قد ايه، هل بتدخل لي الكورس، نوع الكورسات دي بتدخل لي كل شهر ولا هي بتجيلي مرة واحدة في السنة وبيبقى رقم كبير، لكن هي بيجي مرة واحدة في السنة يجي ما يجيش. فانا اشوف كل الارقام دي واشوف هل مين من دول مش متناسب مع الاعتقادات بتاعتي. مؤخرا مثلا اتعلمت حاجة، اكتشفت حاجة، عرفت حاجة، لقيت ان هي دي مش هتبقى حاجة مريحة ليا بعد كده ان انا اكمل فيها. ف او ان الحاجة دي انا دي كوز او دي حاجة انا يا رب يعني خلاص بقى ايه ده الثغر بتاعي، او دي الحتة اللي انا هبقى ماسكاها. انا مش هخلي مثلا أنا هدرس اطفال، فانا مش انا كبنت مثلا اولياء الامور يبقوا مطمنين اكتر لو معاهم مدرسة بنت عن لو هو مدرس راجل. يبقى انا لو قاعده مع بنوته عندها 6 7 سنين في السيشن، فامها قايمه سايباها وتمام، لان هي قاعده مع ايه، مع سيده، مع بنت، مش قاعده مع راجل مثلا. وهكذا يعني انتوا اكيد فاهمين قصدي. ف وطبعا في ناس كتير محترمه جدا يعني، بس انا بتكلم على ايه، حته الاطمئنان وحته الفاليوز يعني. فانا دلوقتي مثلا وصلت لحته ان انا يعني خلاص انا استخرت ربنا على ان انا هكمل في الحته دي لانها كارقام وكفاليوز هي مناسبه ليا. ندخل بقى في حته ايه البراندنج. تعالوا نخرج ونرجع تاني نكمل الحته بتاعت البراندنج، عشان سؤال دكتور علا اللي كان بره التلاجة بقاله 3 ايام ما ايه، نلحقه قبل ما يبوظ خالص. تمام. ماشي.